هو اللي ارتكب هذه الجريمة. كان قتل عمدي باستخدام السلاح الوظيفي في حق سيدة من معارفه، كان برفقتها على متن سيارة خاصة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. شرطي شاب من فرقة الدراجين يستعمل سلاحه الوظيفي لقتل الخليلة ديالو وسط السيارة هنا بمنطقة المعارف بالدار البيضاء، وبالضبط وراء ولاية أمن الدار البيضاء. كيف كنشوفوا على الشاشة السيارة البيضاء، هذه هي السيارة اللي وقعت فيها هذه الجريمة، الجريمة النكراء، جريمة الشرطي اللي استعمل السلاح الوظيفي ديالو باش يصفيها للصحر، وكذلك حاول تصفية نفسه بنفس السلاح الوظيفي. فوردت أنباء عن أنه لم يصل إلى المستشفى حيا، إلا أن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني اللي خرج قبل لحظات يؤكد على أن الشرطي لا زال حيا يرزق ويتلقى العلاجات بالمستشفى. فكيف قلنا هذا الشرطي هنا بمنطقة المعارف، السيارة كانت مركونة أمام كارفور اللي كيتواجد وراء ولاية أمن الدار البيضاء. الناس تخلعات حتى ملي سمعات صوت الرصاص، فتم تصفية السيدة اللي كانت معاه برصاصتين، واحدة في الرجل واحدة في الرأس، حسب المعطيات اللي وصلتنا. الشاب رجل الأمن من فرقة الدراجين اللي يقال ويشاع على أنه يلا اشتغل بمصلحة الأمن بمدينة الدار البيضاء سنتين دابا. كيف كنشوفوا هنا استنفار أمني كبير كبير كبير، كاع التلاوين الأمنية حضرات من أجل الوقوف على هذه الجريمة النكراء. الشرطة العلمية، الوقاية المدنية، رجال دي جي ستيل، كل شيء حاضر، البريفي، المسؤولين الأمنيين، كل شيء حاضر، خاصة أنها بجانب ولاية أمن الدار البيضاء. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجريمة لحدود الساعة باقا ما تعرفاش الأسباب والمسببات ديالها. لا حول ولا قوة إلا بالله. كنتمنى من الله عز وجل يشوف من حاله، حتى هو شاب اللي باقي في مقتبل العمر، الله أعلم أشنا هي الأسباب والمسببات اللي دفعاته لهذه الجريمة. هو برتبة مقدم بفرقة الدراجين. ففي هذه الأثناء كنشوفوا أن سيارة الجر كتجر السيارة من أجل النقل ديالها إلى ولاية أمن الدار البيضاء من أجل استكمال البحث. كيف قلت كل التلاوين الأمنية موجودة. فعلى حساب المعلومات المتوفرة إلى غاية هذه اللحظات، رجل الأمن كان مقدم شرطة يعمل فرقة الدراجين، هو اللي ارتكب هذه الجريمة
فكان قتل عمدي باستخدام السلاح الوظيفي في حق سيدة من معارفه، كان برفقتها على متن سيارة خاصة